ده انا مستقبل حياتي تحت في افريقيا مع دول منابع النيل، مفتاح الحنفيه بتاعتي، لازم تعملوا معاهم شراكه ولازم يبقى فيه ربط اقتصاديات بيننا وبينهم. بعدها الحقيقه جميع مؤتمرات الاتحاد الافريقي لم يحضرها، كان يبعث اما رئيس وزير الخارجيه اما اي مندوب عنه يحضر، ولم يحضر، وبالتالي ترك فجوه، لانه المحادثات على مستوى الرؤساء بتختلف كثيرا عن مستوى الوزراء. انك احيانا حلول كثيره، يعني زي كده الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلا لما قابل الرئيس الاثيوبي رئيس الوزراء المنتخب في ملاوي، المباحثات كانت مجمده بقالها نحو 9 شهور. هنا الرؤساء المقابله وجها لوجه، عايزين نعيد المفاوضات فورا، نعيدها بمبدا جديد بناء ثقه. بدات على طول المفاوضات، اللقاء تم في اخر يونيو، في اغسطس على طول كانت اول جوله للمفاوضات في الخرطوم في اغسطس 2014. وزير الخارجيه اعتقد النهارده في اثيوبيا. النهارده في اجتماعات مهمه كانت مصر ما بتحضرهاش بقالنا 5 سنين، احتجاجا على توقيع اتفاقيه انتيبي 2010 14 مايو 2010. فمصر يعني شعرت ان اثيوبيا بتقود دول منابع النيل الابيض في مشكله لدعمها ضد مصر في موضوع ليس لهم ناقه ولا جمل. يعني قلت لحضرتك احنا بيجي من منابع النيل الابيض 12 مليار فقط، انما بيجي من اثيوبيا 72 مليار في ميه. اذا ال 12 مليار دول الست دول بتوع منابع النيل لو خدوا نصهم 6 مليار تستطيع مصر والسودان تعوضهم. السودان مصر تتحمل 4 والسودان 2 عشان حصتنا اكبر، ماشي نتحمل، انما ال 72 مليار بتوع اثيوبيا هنا بقى فاذا هي قادتهم وراها في موضوع ليس لهم ناقه ولا جمل. والسبب غياب مصر، والسبب انه لما طالبوا بالغاء اتفاقيه 29 مصر ركبت دماغها وقالت لا مش هلغيها. اتفاقيه 29 دي بتدي مصر حق الفيتو، ان اي حد عايز يبني سد اولا حق الاستئذان من مصر، واذا مصر قالت لا يبقى لا. ده خلق مصر عند الست دول منابع النيل الابيض انها دوله مستبده. ما اداش لمصر بقى ما كان يتصوره الاستعمار الانجليزي لما وقعوا انها دوله انه امن لها مصدر النيل، لا، عمل كراهيه من هذه الدول. ليه؟ يعني انا دلوقتي لما يكون منطقه ما فيهاش ميه ومحتاجه ماسوره ميه شرب عشان اوصل من قريه لقريه في تنزانيا استأذن من مصر، ده فكر صح. وبعدين مفيش حد في مصر بيراجع، يعني المفكرين اللي يقدروا يقولوا يا مصر هنا في غلط، بلاش ركوب الدماغ، ما تفرحيش بالفيتو، انت كده خلقتي كراهيه. النتيجه ان اثيوبيا لما بدات تقودهم راحوا انصاعوا معاها كلهم. ليه؟ لان مصر غايبه، فطالما غايبه في غايبه تعالوا بقى نشوف مصالحنا، نبني سدود من غير ما نستأذن. انما انا شايف انه يبنوا كل السدود. ليه بقى؟ كل الانهار اللي في دول منابع النيل الابيض بتصب في بحيره فيكتوريا في النهايه. مين اللي بيستفيد ببحيره فيكتوريا؟ هم مش احنا. بحيره فيكتوريا 35 مليون واحد في ال3 دول المطل عليها، كينيا وتنزانيا واوغندا، بيصطادوا منها سمك، اللي يعني مصانع اسماك، يعني 500 مليون دولار كل سنه في بعض الدول، كل دوله منهم بيصدروا سمك لكل اوروبا. ميه الشرب بتاعتهم عاملينها للاسف مصرف برضه زراعي وصناعي، برضه نفس كاننا كلنا هم في النيل. وحتى دلوقتي بداوا يرفعوا شعار ينقذوا فيكتوريا من كم التلوث اللي بقى فيها. فبالتالي اي نقص في ميه الانهار اللي بتصب هتصب عليهم هم، مش علينا احنا. ليه؟ لانه لو الميه يعني في سنه من السنين، في سنه افتكر 99 حصل انخفاض في مياه في فيكتوريا متر في منسوب المياه، الدنيا اتقلبت على اوغندا وقالوا عشان سدود الكهرباء اللي انتوا عملتوهم سحبتوا كميه زايده من الميه عشان تولدوا كهرباء. يعني احيانا بعض السدود تكون فايده لمصر، خلي بالك اما اتعمل سدين ورا بعض، سد اوين ووراه تاني سد اسمه سد كايرا، السدين دول بينهم كيلو واحد، فاضطر عشان هو محتاج كهرباء فعايز يشغل التوربينات ليل ونهار، فسحبوا كميه كبيره من الميه عشان تولد كهرباء ثم منها الى السودان ومصر، فاحنا استفدنا. يعني اذا الفكر المصري هنا ينبغي ان يتغير، ان ليست كل السدود ضار. سدود دول منابع النيل الابيض فايده لينا، لانه اولا هتصب في البحيره مش عندنا، هم اللي هيستفيدوا. يبقى مين اللي هيتضرر؟ اوغندا هي اللي هتشتكي هنا. عشان كده بنعتبرها دوله مصب ودوله منبع. مصب بتستقبل ميه الدول الثانيه رواندا وبوروندي والكونغو، وبعدين منبع عشان بيطلع منها بقى الخط اللي جاي على مصر والسودان بعد كده. هنا دول المنابع النيل الابيض، انا لو من مصر اقول لهم ابنوا ما تشاءون من السدود،
وصلوا ما تشاءوا من المياه الى القرى، لان كل اللي بيجي من عندكم 12 مليار لو خدتوا نصهم احنا موافقين. ليه؟ عشان يصوتوا معاك بقى، عشان يدعموا مصر وتعمل لهم تنميه. انما انا عيني على 72 مليار اللي هي شريان بقى. يعني هم الامريكان لما اختلفوا مع عبد الناصر في بناء السد العالي سنه 59 اطلقوا مقولتهم المشهوره: من يسيطر على النيل الازرق يسيطر على مصر. فالمقوله دي ترسخت في ذهن الاثيوبيين طبعا، ان اللي عايز يسيطر على مصر لازم اعمل سدود على النيل الازرق عشان تبقى روحهم في ايدينا. ده اللي بيجيب 64% من الميه، وبعدين 22 النهرين التانيين السباط وعطبره. هنا عشان كده بنقول لازم تكون في مفاوضات قويه مع اثيوبيا، تواجد قوي في دول منابع النيل الابيض، استثمار اكتر في اثيوبيا، محاوله التوافق. انما كمان لازم يكون الحقوق المشروعه تدعمها قوه، لان صاحب الحق الضعيف حقه يضيع. انما صاحب الحق اللي فيه قوه بتسنده دون تهديد ودون اي شيء، انما يشعروا ان مصر عادت قويه. وبعدين نتكلم عن التنميه ونتكلم عن كل حاجه فتتحسن الامور كثيرا مع اثيوبيا. فنرجع تاني لموضوع حضرتك بتتكلم على اجتماع الخرطوم الحالي. لا انا عايز بس موضوع قناه الجونجلي. جونجلي دي. طيب يعني ما فاضلش كتير، طب ما نقدرش نكملها ليه؟ لانهم هدموها كلها ودمروا المكنه اللي باكت ويل اللي بقول لحضرتك عليها دي، دمروها كلها. الجنوبيين برئاسه يعني جون جرانت اصبحت خلاص اثرا بعد عين. يعني ما فيش يعني الفكره هي سنه 80 متدمره من سنه 80. كان فاضل بقول لحضرتك انهينا 82% منها وكان يتبقي 60 كيلو. ولو كان وزير ماليه السادات تنبه الى انه الجنوبيين يتملنون من الوعود غير الصادقة من مصر لكنا الآن في وضع غير الوضع. لأن كان عندك أساس بقى قناة نهر الكونغو، إن قناة جونجلي دي عبارة عن بداية نهر النيل في جنوب السودان اللي هو مكتفي. يبقى لما نيجي أعمل وصلة نهر الكونغو كنت أنا شوف بقى وفرت 380 كيلو طبعا، وبقى كل المطلوب مني بس ان اوسع واعمق بس، تبقى العمليه كانت تبقى اسهل كتير. انما اضعنا كده زي ما المفكر الدكتور مصطفى الفقي بيقدم برنامج اسمه سنوات الفرص الضائعه. يبدو ان هذا التعبير سنوات الفرص الضائعه كثيره جدا فعلا من عهد السادات الى عهد مبارك. احنا تركنا افريقيا خالص يعني. اتجهنا لدول تانية مع ان الاصل هي الافريقيا واحنا في الاخر افارقه.